السلام عليكم. ايه اخبارك يا معلم؟ الله يبارك فيك. يا راجل بعتني الحج الضوي ده ابخل بني ادم يا راجل، والله العظيم حصيدته وراها سبل. عايز منه 5 طن موز يا عمي، ما فيش عيش يا عمي، والله العظيم ما وراه عيش. ما انت براك وهنتني معانا على كي عنده في الزرع. ايوه عنده يا عمي في الزرع. خلاص ماشي حج دوي. ايه تعالى تعالى يا السلام عليكم. اهلا. ايه اخبارك يا حج؟ مين دخلك الموز انت؟ طب مش تنده من على الجسر؟ لا انا جاي ندهان، انا جاي هناك. اوعى يكون قطعت موز. لا والله ما قطعت ولا حاجه. احلف قول. والله ما قطعت حاجه، بتفرج على الخضار انا وجاي. ما اكلتش موزه؟ والله ما طب كان. افتح خشمك. والله ما اكلتش ولا حاجه والله. عشان انت بس انا اهم الصبح اعد في الموز. لا ما شاء الله. في حاجه مقطوعه ورا؟ لا مفيش حاجه. يا ريت بتقطعها يا اخي. ما انا هشتري منك 5. لما تشتري تبقى تاكل يا اخي مصطفى. مش هاكل يا عم، انا بس بتفرج على الحاجه. قطعتها دي يا مصطفى تبدي ب 75 قرش. يا ابوي ماشي زي ما تحسب. ما تقطعش ثاني يا مصطفى. وش حط هتفرج على الحاجه انا. اتفرج ايوه. كيف ما هشتري سمك في ميه انا؟ تنفع تتلحم؟ لا ما تلحمش يا ثاني. انت ماشي، انا هشتري انت مالك. دقيقة هركبها يا مصطفى. قطعتها لي يا اخي. ايه ده يا ابوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مين جاب من الراجل ده؟ يا ريت صلي على النبي يا راجل. موزه دي انت اللي بتقطعها من قبل ما تقول. معاذ شوف يا عم، عايز اشوفها من جوا. هي فيها يا عم الحاجه على بصير قطعتها من جوا. مش عايزين، مش بقول لك جاي اشتري انا. يا راجل ليه قطعتها يا راجل؟ انت مش متصلين بي يقول لك راجل جاي يتفرج على الموز هشتري. يا راجل ليه قطعتها يا يا مصطفى؟ طب خلاص يا عمي شوف بس بعد ايدك من ما الموز. بعيد يدي بعيد يدي. هتشتري يا ابويا؟ والله العظيم والله العظيم احنا الموز زي الفل. هتشتري بكام؟ هنشوف الطن يا ابوي. ما مش ببيع بالطن انا. ما بتبيع بوين؟ لا الناس كلها بتبيع بالطن، انا ببيع بالموزه. هعده بس بقى. ايوه. اما انت اول مره تبيع يا مش اول مره ببيع، انا ببيع بيعي كده يا مصطفى. باع كده بس بقى. هذا لك هدفين هذه يعني دي بتقطعها يا مصطفى. والله العظيم انا بعد بالصباع. بالصباع. شوف انت هتاخذ طن. آه. فرضا انت اديتك طن بيزيد يا مصطفى، يزيد له بتاع 3 كيلو 4 كيلو موز. طب انا اولى به. انت اولى به. كيلو اللحمه ب 80 جنيه بدي. هي غلطه بس من الاول. هتشتري بالوحده؟ لا يا ابوي انا ليه؟ جاي اشتري بالطن. انت راجلها جلاليب وشيلان بس يعني وموبايلات معاهم. يا ابوي انا جاي اشتري بالطن. انت راجل كي انت مش راجل معلم. انا راجل جاي اشتري بالطن، هجيب ميزان واحط عليه طن. طب ما نعد واحنا لسه هعد بالوحده. امال انا هشتري طماطم. لا معروف انا اعدها لك، اعد لك الزرعه دي في ساعتين. اصلي بالطن بيزيد يا مصطفى، يزيد له 2 كيلو انا اولى به. ربك يستر. وبعد كده حتى لا يعني برضه في البيع والشراء ما تقعدش رايح جاي علي تقطعهن مره واحده. يا ابوي هطحن عشان اعمل لي كوبايه شاي. اعمل لي كوبايه قهوه، ما عنديش الكلام ده. يا رب. يا رب. يعني تاجي كده بيعه واحده قطعه واحده. انا قطعه واحده حاجه مره واحده انا. يمكن ما يجيش ثاني انا باذن الله. ربك يسهل الحال يعني. شوف يا الدنيا عشان هذه يعني هي الموزه الصباطه تعمل كم موزه تعرفش؟ هي عرفني عدى بالموزه. انا راجل باخذ بالكيلو. انا عديت قبل كده يعني في صباطه بتعمل 131 موزه والصباطه بتعمل 132. طب اديك بالطن هعرف ازاي انا دي 132 ودي 131؟ هتشتري يا ولدي بالموزه ولا هنسيبه؟ باذن الله انا هشوف المعلم اللي هو بعتني ليك ده. كلمه يا عم. المعلم اللي بعتني ليك بيتي. صراحه ربنا يعني انا جدع ولدي يعني تنده من على الجسر برا مش على الشارع. اوعى تنزل الموز يا مصطفى، اوعى تنزل الموز ثاني. هذه اللي بقول لك. الو انت يا الراجل اللي بعتني ليه ده يا ابوي؟ ده راجل ده عايز يبيع بالصباع. اول مره اشوف واحد زي كني ده عايز يبيع بالصباع. هو بيعي كده. هو نظامي كده يا مصطفى. بالصباع ده عايز يبيع. اخذ بعدي وامشي. والصباع اللي قطعته ده هيتحاسب عليك. ده بيقول لك الصباع اللي قطعته عايز يحاسبوا علي. الصباع اللي قطعته عايز يحاسبوا علي. خذوا معك كلب. اسمه مين ده؟ يا ابو ده حسبه. اقطع حسبه يوم حسبه. ما بنتي ماخذه واحد اسمه حسبه برضه. ماشي. مطلع عيني وعين ابوي. بخيل قوي حسبه. كلم الراجل لو. ايوه يا حاج. يا امال يا ابوي مش ببيع بالطن انا ببيع بالموزه. عاجبه ياخذ بالموزه اعد له بالموزه. يعني لو اديته طن وطلعت 5 6 موزات ده لك زياده، انا مين يديني ثمنهم دول يا حاج؟ وذهب بالجيران يا ناس. ما بالموزه عاد عاجبه ما عاجبهوش يتوكل على الله. انا هبيعه في السوق بالكيلو. ايوه هبيع 3 فدن بالكيلو يا اخي. انا ارضي وحر فيه. هم بباجوا بالخساره يعني هذه كل دقيقه شاي قهوه
كيلو السكر ب7 جنيه ده لك. ما يعني واقعه بالخساره الباعي. خلاص ماشي، توكل على الله يا عم، نعيش موز. سلام يا عم، توكل على الله. لما بزق ليه يا حاج بالراحه الكلام. توكل على الله، ما تزقش يا راجل، مش معايش. زقش يا راجل يعني شاي. توكل على الله، روح توكل. سلام. توكل على الله. اديله بالطن عشان يزيد له 3-4 كيلو. مين هيديني ثمنهم دول؟ ايه لك ابو الموز وابو اصحابه وابو اللي يزرعوا يا راجل. خلاص بابا تعال. ايه تعال انا هنا. ماشي يابا. ايه رحت جبت التحاليل والله من الدكتوره وقالت لي العيب منك انت. الدكتوره قالت لك العيب مننا؟ اه والله. تحاليل من المعمل دي جبتها؟ من المعمل مختبر يا دكتور. متاكد؟ اه والله. حتى لما جوزتك صغير مشيلني الهم. دي اخرة البرجوانه والبنقل بتشربوا مع العيال. اوعى يكون قلت لمرتك عشان تفضحنا. لا والله يابا، هي في بيت ابوها. بيت ابوها؟ بس انا خايف تروح تاخذ التحاليل من البيت وتودينا الدكتور مراد. لا هندفنها التحاليل، هيعايرونا لو عرفوا انك انت مش بتخلف. الناس هتعايرنا. هات خلي اكلمها. وري هات التليفون. اقعد فجأة. اوعى تقول لحد. لا الناس هيعايرونا الناس. هات لي رقمها. انت يعني انا بعرفها اقرا، يعني انت عارفني انا مدير. هات لي الرقم. بتاع الحشيش واصحابه. روح القى لك ملقه كده. ماشي يابا عشان اعرف اتكلم. الو. ايوه يا ورده. ايه عامله يا بنت اخوي؟ كويسه الحمد لله تمام. والله بقول لك خدي لك جنب كده، عايزك في كلمتين كده يا بنتي. خدي لك جنب. عمك عندك وابوك ايه؟ طب خدي لك جنب، عايزك في كلمتين سر كده. بقول لك الواد نوبي جاب التحاليل من المعمل دلوقتي، والدكتور قال له انه تحاليله 100. قال له لو اتجوزت بكره هتخلف. وتحاليلك انت جبناها، بس هو قال له انت تمام التمام، هالتحاليل قدامي. التحاليل قدامي. قال له بصي. قال له تمام، انت التحاليل عندك والسرعه تمام التمام. بصي يا بنت، انا هقرا لك التحاليل عشان برضو تصدقيني. الحركه 8 مليون X1 سامسونج جالاكسي S2، والسرعه واي فاي 8 جيجا X1. دي تحاليل ولد يعني نظيفه خالص. تحاليلك انت بس هي اللي فيها شويه مشاكل كده. العيب منك يا بنتي، مش العيب منك، يعني كل حاجه ولها علاج. لا انت عندك حاجه اسمها البلود يوريك والسيرم يوريا واليوريك اسيد عالي عندك يا ورده. طب يا بنتي يعني ما هترجمه لك ازاي يا بنتي؟ يعني انت بتفهمي عربي لما تفهم انجليزي يا ورده؟ عايزه لازم تعرفي بالعربي يعني ايه ده. يعني الترموستات ملتهبه عندك يا ورده. الترموستات بتاعتك ملتهبه شويه. ما تبكيش يا بنتي، يعني هو اللي خلف العيال عمليه؟ ما تبكيش. اللي خلف العيال عمليه ما هي اللي جبته بعد 20 سنه، يعني ايه عمل لي ده؟ بس اهم حاجه كده يا بنتي الموضوع ده يبقى في السر. انت عارفه مرت اخوكي بتكرهك، ولو سمعت هتعايرك، هتقول لك يا قليله الخلفه يا اللي مش بتخلفي. فيا ريت يا بنتي الموضوع ده يبقى في السر. لا ابوكي ولا امك ولا حد. وانا ان شاء الله اول ما ابيع الجاموسه هاخدك القاهره ان شاء الله واعمل لك اطفال انابيب. انا الدكتور قال له اتجوز، قلت له ورده ما نقدرش نفرط فيها برضه، 10 لنا 5 سنين يا بنتي. ما تبكيش يا بنتي عشان ما حدش يشوفك تبكي وتفضحيناش عاد. طيب خلاص يا ورده، ولما تاجي كده يا مسهل. لا يا بنتي العيب منك، يعني العيب منك دي حاجه بتاعت ربنا. التحاليل عايزاها؟ لا التحاليل بخلوها في المعمل، بيرجعوها المعمل تاني. نرجعها المعمل. ماشي يا ولد حبيبي، لما تاجي بس افهمك انا. يلا مع السلامه، عشان بحش لي شويه حشيش للبهايم. ماشي يا حبيبي، يلا مع السلامه. خد يا تعال. ايوه بابا. عارف ما حد يسمع في البلد.
العيب منك ومش العيب منك، وانت عارف بلدنا بتاعت كلام وحديث. بكره تتكلم لك كلمتين مع حد على القهوه هيقول لك روح يا دي اللي مش بتخلف. خلاص حاضر ابا. ما تجيب السيره بتاع وتفل لي التحاليل دي روح. حاضر ابا. واذا سالتك قول لها ابوي وداها المعمل. حاضر ابا. خلاص ماشي ابا. يلا توكل على الله لما سلام نشوف ابا. لك تلفون. سلام ابا. يلا توكل على الله غور. ماشي ابا.